طيب، بالنسبة لأول حاجة الألومينا أو الactivated alumina، هو هنا بيقول لك إن الactivated alumina ديّة هتكون مناسبة بشكل كبير جدًا، لإنها بيكون ليها affinity كويسة مع المَيّة. كلمة affinity معناها إنها بتجذب المَيّة ليها أو بتنجذب للمَيّة، وبالتالي هي ليها internal adsorption، يعني بتمتص داخليًا المَيّة جواها، وده بسبب إن في فراغات كتير موجودة جواها. وده طبعًا بينعكس على كمية المَيّة اللي هي بتمتصّها عن طريق الsurface absorption، يعني هي بتمتص المَيّة على السطح الخارجي بتاعها زي ما إحنا قُلنا قبل كده، والcapillary attraction، يعني تقدر تقول كده إن المَيّة بتقدر إنها بتمشي وبتتخلّل في الفراغات اللي موجودة ما بين الactivated alumina، وبالتالي أنا بامتص جزء من الwater vapor من الغاز. طبعًا هو هنا بيتكلم على إن الactivated alumina ممكن أستخدمها كdesiccant، بيقدر إن هو يجفف الliquids من الfluids اللي أنا بانتجها. يعني أنا مثلًا لو أنا عندي غاز والغاز ده ماشي فيه شوية liquid، الactivated alumina بتقدر إنها تمتص الliquid ده، ولكن بشرط إن الliquid ده ما يكونش unsaturates. unsaturates يعني إيه؟ يعني أنا دلوقتي مثلًا بيكون عندي الألكانات والألكينات والalkynes، اللي هي الحاجات اللي موجودة في الكيميا. المركبات العضوية ممكن تكون فيها رابطة ثنائية أو رابطة ثلاثية. الرابطة الثنائية أو الرابطة الثلاثية بيتقال عليها حاجة غير مشبعة أو عنصر غير مشبع، يعني هو قابل للتفاعلات الكيميائية. العناصر بقى اللي هي قابلة للتفاعلات الكيميائية اللي زي الolefins والdiolefins والحاجات ديّة كلها، يعني لو موجودة فالactivated alumina مش هتكون مناسبة معاها. طبعًا بيقول لك إن الactivated alumina على الرغم إنها غالية لإنها solid discount، ولكن هي أرخص من الmolecular sieve. الmolecular sieve بيكون أغلى شوية، وده طبعًا بسبب إن الmolecular sieve الcapacity بتاعته على امتصاص المَيّة بتكون أكبر من الactivated alumina، أو الactivated alumina نفسها الcapacity بتاعتها على امتصاص المَيّة بتكون أقل من الmolecular sieve. تاني حاجة هنتكلم عليها النهارده هو السيليكا جل. السيليكا جل شبه الكور اللي موجودة قدامنا دي، تمام؟ زي ما إحنا شُفنا الشكل بتاع الactivated alumina هو الشكل ده. طب الشكل بتاع السيليكا جل هو الشكل اللي قدامنا ده، شبه الكرات بتاعة البلي كده بالضبط. طب ديّة بتعمل إيه؟ هو بيقول لك إن ليها absorption capacity عالية من الألومنا، يعني تقدر تقول إن أكبر حاجة ليها capacity إنها تمتص المَيّة الmolecular sieve، واللي تحت منها على طول السيليكا جل، واللي تحت منها على طول الactivated alumina. الactivated alumina أقلهم، وبعد كده السيليكا جل، وبعد كده الmolecular sieve. طيب يبقى دلوقتي أنا عندي السيليكا جل دي بتمتص المَيّة أكتر من الألومنا، وده بسبب إن ليها surface area بتكون كبيرة. طبعًا بيقول لك إن السيليكا جل بتكون أغلى في السعر من الactivated alumina نفسها، عشان كده في بعض الأحيان ممكن أعتبرها اقتصادية لو هتحقق لي due point أقل بشكل كبير في حالة بعض الظروف الخاصة، ولكن لو أنا عاوز أنزل لdue point الactivated alumina هتكون أحسن بالنسبة لي، فهي في الحالة دي السيليكا جل مش هتكون اقتصادية. هو هنا بيبدأ يقول لك إن السيليكا جل ما بتستخدمش لو أنا عندي free water. ليه؟ لإن الfree water بتبدأ إنها تدمّر السيليكا جل. بيقول لك إن الfree water على الlong term، يعني على المدى البعيد، بتعمل droplets وبتعمل لي سلجّات، يعني بتعمل لي تكتلات موجودة جوّه السيليكا جل، وبتعمل damage للmolecular sieve والactivated alumina، وكذلك برضه السيليكا جل. عشان كده أنا محتاج أصلًا قبل ما هاعمل dehydration للغاز، وكلمة dehydration هنا معناها إن أنا باشيل water vapor من الغاز، فأنا في الحالة دي محتاج أكون متأكد إن الغاز free من أي free water أو free liquid موجود معاه، سواء الliquid ده هو عبارة عن مَيّة أو هيدروكربون. عشان كده أنا باعمل إيه، أنا بادخّل الغاز على knock out drum في البداية أو scrubber موجودة في البداية، بيبدأ إن هو يسقّط منها أي liquid موجود فيه، بحيث إن الغاز في الحالة دي هيكون free من أي liquid ماشي معاه عشان ما يبوظليش الsolid discant اللي أنا باستخدمه.